يعطيكم العافية أحبابي وأهلا وسهلا فيكم في وصفة جديدة من وصفات موديز كيتشن. اليوم رح نعمل مكرونة تونسية على طريقتي أنا، طريقة موديز كيتشن، وعلى الطريقة الأصلية التونسية. مكرونة زاكية طيبة لا تقاوم، ومستحيل إنكم تدوقوا زيها في أي مكان تاني إلا بتونس. فهاي وصفة زاكية وطيبة. كملوا الفيديو واتبعوا المقادير والمكونات حتى تجيكم الوصفة كتير طيبة. بتونس أول خطوة نعملها لما نعمل المكرونة هاي القديمة التقليدية، الطنجرة شوية زيت، فيها زيت زيتون أو زيت نباتي مثل ما بدكم. بنقلي الفلفل، والفلفل بنبهره من جوا بشوية توابل اللي هي تابل وكروية اللي هي الكزبرة والكراوية وتوم، ونقليه وبعد نشيله ونكمل بقية الوصفة. وأنا حطيت شوية فلفل أحمر ناشف، هذا المجفف كمان طيب وزاكي بالوصفة. وصفتنا للمكرونة التونسية غير كل المكرونات اللي ممكن إنكم تتخيلوها أو تدوقوها أنتم. فما تستغربوا حبايبي، المكرونة بلحم الخروف، فاحنا في تونس بنعملها بأنواع اللحوم كلياتها، الخروف، العجل، السمك، كل شيء بنعمل المكرونة. حطينا الحمص كمان، وحطيت شوية كليل ولحمة الخروف طبعا، والبهارات التونسية هاي راح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف، واللي ما عنده هاي البهارات فيكم تستبدلوها بإشي تاني بيصير كمان. نقلب اللحمة كتير منيح مع البهارات، ونحط طبعا الورق الغار أو الرند اسمه بتونس، والشطة اللي هو الفلفل الفليفلة أو الشطة أو الهريسة مثل ما عنا إحنا بتونس. وحطيت معجون الفليفلة كمان هي الهريسة، والبهارات والكليل المجفف والبندورة، معجون البندورة. وبقلب كل المكونات كتير 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 منيح مع بعض، لأنه هاي الخطوة كتير مهمة للوصفة. نضلنا نقلب حتى نشيل كل حموضة البندورة، وتعطينا هيك الطعم يكون زاكي، يعني خلوها تتسبك، ما تضيفوش مي نهائيا. النار ما تكون عالية، وسط، وتضلكم كل شوية تقلبوا حتى يعني نقول يعني حتى 10 دقايق بيصير. ومثل ما حكيت بدون إضافة مي. هون عندي أنا الفلفل الأحمر المجفف، هون بدي أدقه بالهذا المهريس بتونس إحنا بنسميه. وبعدين بدنا نضيف للصلصة المكرونة. هون أنا بعد ما تسبكت البندورة كتير منيح وتشربت اللحمة بالبهارات وتنكهت، ضفت المية، طبعا المية كتير سخنة، ونخليها تتسبك. ما نعبي الصلصة المكرونة التونسية عشان تنجح معاكم حبايبي، ما تحطوا مية تعبوها تغمروها بالمي وتخليوا اللحمة تستوي، لا، كل مرة انتم شوية تضيفوا المي شوية شوية حتى تجيكم الصلصة هيك ثيك، او تجيكم الصلصة زاكية، ما تجيكم شي هيك مرقة كتير، فاهمين؟ فمهم انكم المية ما تضيفوها مرة واحدة او دفعة واحدة، بتضلكم تضيفوها شوي شوي. هون انا ضفت الفلفل الناشف اللي دقيته وضفته بالاخير، وليش ما ضفته من الاول حتى ما يعطيني مرار. اوكي حبايبي، ومثل ما انتم شايفين بالفيديو انا كل شوي سوري بضيف المي، والمي طبعا بتكون سخنة. وهون أنا استعملت بقولكم لحم الخروف شقف، فيكم تعملوها صغيرة، فيكم تعملوها كبيرة، يعني مثل ما بدكم. وبالأخير أنا أو قبل ما يعني تقريبا مستوية اللحمة عندي، ضفت كمان شوية البهارات هاي رح أكتب لكم إياها مع الثوم. والمكرونة عندي جاهزة، طول ما هي الزيت طلع من فوق يعني مكرونتنا جاهزة واللحمة جاهزة. ولحم الخروف أما تكون شقفة صغيرة ما بتاخدش وقت كتير، من ساعة ونص لساعة وربع تقريبا. هون سلقنا المكرونة، وعلى الطنجرة حطيت شوية من الصلصة وقلبت فيها المكرونة. مهم كمان هاي الخطوة تقلبوا المكرونة على الغاز مع زيادة الصوص كل مرة شوي. وأنا المكرونة ما بسلقها كتير يعني الدنتي، بخليها يعني مش أكتر من 10 دقايق، بحبش كتير مستوية. أمي الله يرحمها كانت تحبها كتير مستوية، بقولها ماما زي العجينة صارت المكرونة. حبايبي بنضلنا نضيف زي ما حكيت لكم الصلصة كل شوية، ونقلب شوية شوية المكرونة، وبعديها بنحطها بصحن التقديم.
شوفوا لي انتم اللون، شوفوا لي المنظر، شوفوا لي نكهة غريبة اللي ما جربها. فعلا المكرونة التونسية صدقا وبدون مبالغة مستحيل بأي بلد ممكن تدوقوها. ليش؟ لأنها بهاراتها غير، طبختها غير، يعني بتختلف كتير. فهاي المكرونة التقليدية التونسية فيكم بالعجل تعملوها كمان بتيجي كتير زاكية. يعني عملتها بلحمة الخروف وقدمتها مثل ما انتم شايفين. جربوها حبايبي، صدقوني رح تحبوها. وانا عملتها شوية سبايسي، يعني كتير زاكية وبنينة زي ما بنحكي احنا بتونس. فجربوا الوصفة واكتبوا لي، وانا متأكدة 100% انها رح تعجبكم هاي الوصفة، وخاصة عشاق المكرونة. وإن شاء الله دايما بضلني أنا أنزل لكم فيديوهات. ومعروف كمان بدي أحكي لكم شغلة، الفلفل المقلي دايما ما بيخلى من أطباقنا، دايما موجود مع الكسكسي مع المكرونة. فجربوا الوصفة ورح تحبوها أكيد، وقدموها وإذا بدكم معاها شوية سلطة. وإن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. وأنا بحبكم كتير، ودايما بقولكم إذا في أي إشي اكتبوا لي، وأنا أكيد برد على كل يعني تعليقكم. وأي وصفة كمان بتحبوا إنكم أعمل لكم إياها كمان اكتبوا لي. وأنا آسفة وسوري كتير على التقصير، لأنه مش كتير عم بنزل باستمرار فيديوهات بحكم ضغط الشغل اللي عندي. بس أكيد أنتم بالقلب يا أحلى ناس وأحلى متابعين، وما بيخلى الأمر إني بدي أدوق. شوفوا لي اللون المكرونة، هذا اللون الأصلي للمكرونة التونسية، فعلا كتير طيبة كتير زاكية. بالله عليكم جربوها واكتبوا لي وقولوا لي رأيكم فيها. وأنا بحبكم كتير، وإن شاء الله في وصفة جديدة مودي's كيتشن.